عايز اسال حضراتكم سؤال بهدوء جدا. انت لو بتعمل بطولة الأمم الأفريقية في مصر، بطولة الأمم الأفريقية بتعملها في مصر، وكل يوم الناس بتروح، مرة استاد في اسكندرية، مرة استاد في أسوان، مرة استاد في الشرقية، مرة في المنوفية. القطارات بتاعتك عظيمة، فنادقك عظيمة، كل حاجة حلوة وجميلة، وكل واحد يقعد في مؤتمر صحفي يشيد بان ازاي مصر عاملة تنظيم جيد ودفعة فلوس، عاملة استادات جميلة منيرة، امن مستتب، كل حاجة. وبعدين فجأة وانت قاعد كده يجي مدرب منتخب من المنتخبات يقول انه لا، التنظيم اي كلام، الاطارات القطارات زي الزفت، كنا في اوتيل بانسيون، البلد كلها ناموس. انت هتقول ايه؟ انت كمصري هتقول ايه؟ هو انتوا ليه مش مقدرين حجم الغضب اللي جه في الاعلام المغربي؟ ده هو ده جزاتهم، اللي كانوا بيودوا الجمهور بتاعهم علشان يشجعك. كل الناس خدت الجزء الاخير من كلام الصحفي المغربي، بس ما سمعوش كلامه الاولاني اللي قال له انت قلت علينا كذا وكذا وكذا. انت اسأت للمجهود اللي عمله كل المغاربة، انت اسأت لمنشآتنا، انت اسأت لدورتنا، انت اسأت لبطولتنا. ولذلك انت ليه مش مركز في ادائك الفقير؟ وده صحيح، المغرب مش هي اللي امكانياتها فقيرة، احنا اللي كانت امكانياتنا فقيرة في المباراة. انا ما بتكلمش في الكورة. الفرقة اللي وصلت مرة في الدقيقة 84 مش من حقها تنقض بطولة كاملة. وش معنى انت الوحيد اللي طلعت اتكلمت في السياسة؟ ايوه، في السياسة مش في الرياضة. ليه اتكلمت عن الدولة؟ ليه اتكلمت عن المغرب؟ ليه اتكلمت عن البلد؟ ده انا عامل لك كل حاجة، ده انا كنت ببعت لك جمهور يقف جنبك وانت احتمال تاخد مني البطولة. انا كنت حتى شايف ده امر مجنون. يعني ايه الناس الغريبة دي اللي جايين يشجعونا؟ فانت اما تقول كده متوقع الاعلام المغربي يقول ايه؟ وبعدين تطلع الاستاذ ابراهيم حسن يقول لهم على فكرة انتوا ولا مرة خدتوا بطولة. فين الروح الرياضية يا جماعة؟ فين الرياضة؟ فين الاخلاق والادب والهدوء؟ قال له انت كلامك مش لبق. طب وانت يا كابتن حسام اما قلت لما قلتوا ان انتوا كنتوا قاعدين في اوتيل، انتوا لو تشوفوا الاوتيل اللي هو بيقول عليه بنسيون، اللي هو بيقول مليان ناموس، طب انت افتكرت الناموس دلوقتي بعد ما اتغلبت؟ عيب يا جماعه. طب انت في مواطنين مصريين يقول لك ايه؟ يقول لك ايوه لازم. طب ما تسمع احنا قلنا عليهم ايه؟ ده انتوا يا مصريين ما بتقبلوش الهوا الطاير. يعني لو حد قال لك ايه استاد القاهره ده، وهو فيه ما فيه على فكره، يعني استاد في يعني في مراحل صعبه دلوقتي، عمرك ما تقبل. ايه ده؟ انت بتجيب سيره مصر؟ طب الناس دي عامله بطوله ناجحه جدا وخلاص، ده اخر ماتش النهائي. هو انت لعبت ربع اللي هم لعبوه؟